ازيكم يا شباب. فيديو صغير كده مش هتعدى ال5 دقايق، هنمشي ازاي بإذن الله تفاصيل ليلة الامتحان. حضرتك احنا الحمد لله قبل العيد خدنا حصة لايف، قعدنا فيها ساعتين وبعت لكم حصة ساعة بالظبط. تمام. هفترض ان انت خلصت الحصة دي والحصة دي كان فيها كل كلمات المنهج، كان فيها الستوري، كان فيها كل ما يخص الفوكاب. تمام. حضرتك خلصتها بإذن الله تمام كده، مفيش أي مشكلة خالص. وبالنسبة للناس اللي ما حضرتهاش تاخدها وهتلحق بإذن الله، مفيش أي مشكلة خالص. خلاص، يبقى هنفترض أنت حضرتك ذاكرت حصة الفوكاب اللي هي كانت قبل العيد، وذاكرت الحصة اللي هي برضو الستوري اللي قبل العيد، وقلت لك وبعدين الحصة اللي هي الساعة دي حصة لذيذة كده وتسمعها لذيذة. خلاص خلص. تيجي بقى حضرتك تخرج من الامتحان بإذن الله بتاع الفيزيكس يوم الحد بالسلامة كده موفق، تنام شوية. تمام. تبدأ تظبط مع ميس دينا، هتبعت لك فيديو 3 ساعات أو 3 ساعات وربع، اقعد اسمعه بعد ما تنام كده وبتاع وريلاكس، تقعد تسمعه. الفيديو ده فيه شرح الجرامر، شرحه في 3 ورقات اللي هي بخط الإيد، وشرح السكيلز في ورقتين. هتقعد تسأل تسمع ال3 ورقات دول. تمام. وبعد ما تسمعهم تبدأ بقى تحل على المنهج كله. تمام. حضرتك هتقدر تحل الكلام ده يوم الأحد والاثنين. يوم الأحد والاثنين، حد والاثنين مفيش حصص. يوم الأحد والاثنين حضرتك هتظبط امورك في كل الحاجات دي. هتيجي بقى انت باذن الله بعد ما تخلص الفيديو تمسك الملزمه دي مزينه هديها لك، هتحل على المنهج 3 مرات. تمام. المرحله الاولى ودي انا عاملها بالظبط كده، تمام زي ما انت شايف. تمام. المرحله الاولى باذن الله كده احنا عارفين ان احنا سلحنا الحل خلاص. انت سمعت الحصه اللي هي قبل العيد اللي هي حصه ساعتين لايف وحصه ساعه للستوري، وذاكرت وسمعت الحصه اللي فيها الجرامر شرحه بالتفصيل كده في الورقه وحلل عليه. تبدا بقى حضرتك، عايز اخليك تحل على كله بالعقل. اول مرحله، المرحله الاولى، حضرتك هتلاقي تمارين شامله على اول 3 وحدات، ودي بالظبط كده من صفحه 3 لغايه صفحه 23. بعد ما تسمع الفيديوهات دي انا كده همشي معاك واحده واحده. هتحل على من كل 3 وحدات، يعني زي مثلا من الوحده 1 لغايه 3. سيم هتحل من وحده 4 لغايه 6. سي هتحل من 7 لغايه 9. 3 وحدات 3 وحدات. هتلاقي في عمليه ريفرشمنت ان انت استعدت المنهج كله، والحل هيبقى شامل كل حاجه، سكيلز وترجمه كله. المرحله الثانيه هتعيد حل تاني على المنهج بس كل 6 وحدات، يعني من 1 لغايه 6 ومن 7 لغايه 12. المرحله الثانيه هوريكم الملزمه شكلها ايه. تمام. دول لازم يخلصوا يوم الاحد ويوم الاثنين، يوم الاحد ويوم الاثنين، يوم الاحد ويوم الاثنين، يوم الاحد ويوم ايه، يوم الاثنين. طبعا هنيجي المرحله الثالثه بقى، هتبدا تحل على المنهج شامل. اذا قدرت خلص الكلام ده يوم الاحد، يوم الاثنين والثلاث قبل الحصه بتاعتنا مفيش مشكله، ما احنا عندنا حصه يوم الثلاث بالليل وعندنا حصه يوم الاربع الصبح. حصه يوم الثلاث بالليل، تمام. هنبتدي بقى ان احنا نحط نقط في الحروف، انا هظبط الدنيا، بس انت لما نيجي نحل مع بعض وانت مراجع هتبقى الدنيا افضل. اذا الفيديوهات ده عشان تبقى مراجع وتسمعها في الوقت اللي انت ريلاكست فيه، ونبدا احنا نحل مع بعض. اذا مرحله اولى هتحلها 3 وحدات 3 وحدات، مرحله ثانيه 6 وحدات 6 وحدات، مرحله ثالثه على المنهج ككل. تمام. هتيجي بعد كده بقى، تمام، بعد ما تخلص الكلام ده هتلاقي عندك بالظبط كده الستوري. في اسئله ستوري حوالي 40 سؤال ستوري كريتيكال ثينكينج، تقراهم كويس جدا. بعد الستوري هتبدا في عندك موضوعات متوقعه تقراها. حضرتك اذا قدرت تخلص الحاجات دي، تمام، بنسبه 90%، بنسبه 90% قبل ما نبدا الحصه بتاعتنا بتاعت يوم الثلاث، انت زي الفل. عشان يوم الاحد كده، يوم الاربع باذن الله بالليل، تمام، هنطلع لايف فري مجاني عشان خاطر نشوف لو في حد عنده اي اسئله. يبقى باختصار، حضرتك الملزمه شرحها نفسها، حضرتك رجعت من الامتحان، هتبدا ان انت تسمع الفيديو ال3 ساعات ونص. الفيديو ده عباره عن
شرح للجرامر كله، شرح السكيلز كلها، وشرح للتراكمي كله في 3 ساعات وربع، 3 ساعات ونص. هتاخد الفيديو ده بإذن الله سمعته من حد، تبدأ تحل. أول مرحلة الحل 3 وحدات 3 وحدات، المرحلة الثانية 6 وحدات 6 وحدات، المرحلة الثالثة على كله هتلاقي الدنيا ظبطت زي الفل. احنا عملنا اللي علينا، موفقين بإذن الله يا شباب. لو احنا نتقابل يوم الثلاث بقى نظبط النقط والحروف كده، واحط التاتش بتاعي وبتاع، تبقى انت مذاكر. لكن انا فضلت ان احنا ناخد الحصة يوم الثلاث تكون انت ذاكرت. كنا كاتبين الحصة يوم الحد، بس يوم الحد انت هتيجي مفرهد مش مذاكر، انا اللي هحضر الحصة فانا اللي هقعد اتكلم، خدت بالك، انا اللي هقعد اتكلم. لكن لا، انت تسمع شرح زي الفل هنا. يبقى حضرتك ده باختصار، حضرتك ترجع تسمع الفيديو 3 ساعات ونص، تبدأ تحل المرحلة الأولى خلصتها، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة موفقين دايما بإذن الله. واللي هيحضر حصة يوم الثلاثة واللي هيحضر حصة من الأربع، في الأربع بالليل لايف طبعا فري، عشان لو حد عنده أي مشكلة ولا أي استفسار. أشوفكم على خير بإذن الله، موفقين في درس الفيزيكس، في امتحان الفيزيكس بكرة بإذن الله. آمين يا رب. شكرا، مع السلامة يا شباب.